هي يا ماما ده انت هتحط لنا البيض بقشره في الخلاط؟ هحط لك البيض بقشره في الخلاط عشان بصي مفيد جدا. انا عايزه اقول لك مفيد للبشره وللشعر وكل حاجه، يعني هحطه كده بقشره واقول لك واحل لك اكبر مشكله بتواجهنا. لا انت اكيد بتهزري. ما انا بهزر فعلا. انا هحط البيض بقشره في الخلاط. قومي من جنبي يلا مع السلامه. وبما ان بقى الجو كده شتوي شويه، فعايزين نعمل حاجه كده بصوا خطيره، يعني هحل لكم بيها مشكله وهتشموا ريحه يعني بصوا فظيعه يا جماعه في البيت. وفي درق الخلاط هنزل بحبايتين من البيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه، وعليهم كوبايه الا ربع من السكر، وعليهم كمان فانيليا. وتعالوا بقى نضربهم كده حلو في الخلاط لحد ما يبتدي السكر يدوب معانا. بجد انا واثقه ان انتوا هتتفاجئوا من النتيجه في اخر الفيديو معايا. نص كوبايه من الزيت وقطعتين كده من الزبده، وممكن تشيليهم لو ما عندكيش. وحطيت عليهم كمان كوبايه الا ربع من اللبن. ضربتهم بقى كويس كده في الخلاط، وجيت كده في بوله رحت حاطه كوبايه ونص من الدقيق. بصوا مقادير سهله وبسيطه ولطيفه، وبجد هتطلع حاجه بقى عايزه اقول لكم خطيره جدا. معلقه كبيره كده من البيكنج باودر وذره بسيطه من الملح. هنقلب بقى كده المواد الجافه، وبعد كده هننزل عليهم بالخليط السائل. ماشي يا سما؟ فهمتي ولا ايه؟ ما فهمتيش؟ هتقعدي تقلبي كده، تقلبي المواد الجافه وتنزلي بقى يا حبيبتي بالخليط السائل. اول بقى ما تنزلي بالخليط السائل اتعلمي، عشان بكره تتعلمي من الحاجات دي وتجيبي الفيديوهات بتاعتي ان شاء الله وتعملي بيها ان شاء الله، يعني تقولي الله يرحمك يا مامي. تشكر عليكي. بس بقى هبتدي بقى اقلب كده في اتجاه واحد بسرعه كده بسرعه. بصي سهله وبسيطه. وهجيب بقى طاسه. لا طاسه، انتي كمان لخبطتيني. صينيه. هنجيب صينيه مدهونه زيت ومتعفره كده بالدقيق، وهننزل بالخليط كده بالشكل ده. هكون بقى مشغله الفرن على درجه حراره 180 عاليه. لا عاليه 200 بقى يعني نعليها. معلش نمشيها. هنسيبها هنحطها في الرف الوسطاني، وبعد كده هنعمل نخرم فيها. لا هنسيبها نص ساعه ماشي. وبعدين بقى اما تطلع نخرمها وهي سخنه، وننزل عليها بكوبايه اللبن. بصي كوبايه لبن واحده. وتعالوا بقى نسيبها تبرد ونحضر بقى الصوص الفراوله الجامد ده. شويه كده من الفراوله، عليهم نص كوبايه من السكر، وعليهم كمان باكت من جيلي الفراوله. دول حوالي ربع كيلو من الفراوله. هسيبهم على النار لحد ما يقصروا كده. هنزل عليها بقى على الكيكه بعد ما بردت معانا بقى بالكريمه بقى، كريم شانتيه خطيره بقى. بصي نضرب كده شويه كريم شانتيه، وبعد بقى ما نحطها كده من على الوش ندخلها بقى الفريزر كده تجمد شويه كده. وبعدين بقى الصوص بقى اللي انت يعني اللي انا ضربته بالهاند بلندر. شطوره. وننزل بقى كده بالصوص بقى على الكريم شانتيه. وطبعا انتوا شايفينه هو سخن، بس اهم حاجه الكريمه اللي تكون من تحت تكون ساقعه، يعني عشان تدينا نتيجة حلوة ويتفرد معانا بسهولة. بصوا بقى خطير، وريحته بجد كانت خطيرة جدا. يلا بقى يا حبايبي لو وصلتوا لحد هنا يا ريت ما تنسوش اللايك والشير للفيديو. تعالوا بقى نشوف كده الطبقات مع بعض. بصوا حكاية، طبقة الكيك مع طبقة الكريمة مع طبقة الصوص الفراولة. الموضوع بجد يستحق فعلا التجربة. تعالوا بقى نقطعها كده. طبعا دخلتها الفريزر عشان تجمد بقى معانا كده شوية، وجيت بقى قطعتها. ودي بقى اللحظة الحاسمة. عايزة اقول لكم بجد خطيرة، عجبتهم جدا جدا طبعا. يعني بصوا بجد تستاهل ان انتوا تجربوها مهما اقول لكم، بجد خطيرة تحفة. بصوا الجمال. ولا تقولوا لي بقى تورته او كيك، لا خطيره. دي مش كيك، دي حاجه كده كريمي وخطيره، والكيك نفسها حلوه جدا جدا جدا. هنا بقى حطيت كده قطعه في طبق، وطبعا يعني انا مش هاكل لان انا ما بقاش باكل حلويات. فبصوا بقى هقطعها لكم. بصوا بقى خطيره خطيره خطيره. بصوا الجمال. بصوا دايبه وتحفه تحفه. بصوا فوق ما تتخيلوا، بجد امارات كيكات فوق الوصفات. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير.